he was eager كان شغوف جدا نفسه قوي to embrace انه يحضن مين؟ ابوه انتوا ناس متربيه صح؟ كان اول ما نزلت دي الواد ايه قلبه بدا يرفرف. he was eager كان شغوف جدا to embrace انه يحضن his father ابوه and Mercedes. والبنت هو سافر بقى عامل له ايه طبعا؟ her eyes عينيها were full of love مليانه بالحب وبدات تقول له ادموند وحشيني يا سفله. فقال لها كده بعنتريه اي ام سيف. ايوه يا وز انا سيف. ابني كابتن هتبقى الكابتن اقسم لك بالله. يو ميك مي سو براود اوف يو. اقسم بالله في غلط. ادموند از انوسنت. القصه جديده لانج ها؟ قصه جديده لانج عليا وعليك وعلى كل المدرسين. فانا كمدرس ممكن ليا طريقتين اادي بيهم القصه لان دي قصه جديده عليا. فممكن اعمل كالتالي. ايه اللي كالتالي اللي انا ممكن اعمله؟ دي طريقه الفلاحين والاغلبيه والله العظيم هيحصل كده. ان انا كمدرس دي الطريقه ما بحبهاش في القصه بالذات. ان انا اجي اقول لك شابتر 1 حصل كذا والواد شخصيه فلانيه عمل كذا وقابل فلان مش عارف ايه واقعد احكي بالايه؟ بالعربي الشابتر. فهمتوا يا اولاد؟ ده الشابتر جميل. طلع المذكره ونبدا نقرا مع بعض التكست. يبقى انا كده حولت الشابتر الى قرايه وانا عارف ان كل الدكاتره اللي قدامي بتعرف تقرا. يبقى دي مش شغلتي كمدرس. شغلتي كمدرس ان انا اعمل ايه؟ ان الطالب يعيش في الشابتر. فاحنا اخترنا الطريق الاصعب بالنسبه لنا شويه اللي هو ذاكر يا ماهر عبد رب القصه واقعد كده احترم نفسك عشان خاطر الطالب يبدا يعيش معايا في الاحداث. فتسمحوا لي بالرقصه دي؟ ولا لا؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قصه يا دكتوره اسمها The Count of Monte Cristo. كاونت دي هنقول عليها مثلا عمده. مونت كريستو دي منطقه موجوده في باريس. قبل ما اخش في الشابتر الشخصيات اللي عندي البطل بتاعي عيل اسمه ادمون. اقرا كده يا دكتور انا عاوز الاسم ده. ادمون ايه؟ دانتيس. الاسم ما بنطقش بقى. دانتي اسمه يابا؟ ادمون دانتي. اسمه يا دكتوره؟ ادمون دانتي. ده البطل بتاعنا. A 19-year old boy. ولد عنده 19 سنه. ده البطل بتاعنا. هي وركس شغال. انا لسه ما دخلتش في الشابتر اقول لك بس الاحداث الاول بتاعت الشخصيات. هي وركس ات اشل. شغال في سفينه. طب السفينه دي يا دكتوره بتاعت ايه؟ هل سفينه صيد؟ قال لك لا. سفينه دايما بتبقى شايله حاجه اسمها كارجو. شاحنه يعني معنى كده انها سفينه تجاريه. الواد ده 19 سنه فول اوف مليء بالامبيشن بالطموح دريمز مليء بالاحلام. هو عيل صغير. he was the only one في سنه الوحيد اللي works اللي شغال on one of the finest ships. فاين يعني جميل. finest اجمل. شغال في افضل سفينه in his company في الشركه. يبقى معنى كده شركته دي عندها كذا سفينه. صاحب الشغل اختار ادموند ان يشتغل في افضل سفينه عنده وهو عنده كام سنه؟ 19 سنه. في عندي شخصيه اسمها يا ريت تنطق معايا. قولها بس كده انت الاول. مرسيدس. ربنا ان شاء الله يرزقك بالمرسيدس. اكيد مش مرسيدس. مرسيدس. اسمها ايه؟ عاوز تقول مرسيدس ما عنديش مشكله بس ما تقوليش مرسيدس. مش هينفع مرسيدس. مرسيدس دي ايه يا عم؟ قال لك شي از ا بيوتيفول يونج وومن. امراه جميله كده صغنونه. شي لافد ادموند فيري ماتش. بتعشق التراب اللي ادموند بيمشي عليه. بحبه جدا. تمام. هيظهر لي بقى شخصيتين زباله. مين يا سيدي؟ واحد اسمه فرناند مونديجو. لا اقراه. اسمه ايه بقى؟ مونديجو. لا ايه سوسو. فرناند مونديجو. اسمه يا دكتوره؟ الواد ده شغال افيشرمان صياد فروم كاتالونيا.
كاتالونيا، برشلونه يعني من اسبانيا، شغال صياد. هي لافد، بيحب ميرسيدي فيري ماتش، بيحب ميرسيدي قوي، ولكن she has chosen Edmond instead of him. بس هي مختاره مين؟ ادموند، فعشان كده هيبقى دايما عنده عاوز ياخد ريفنج، ينتقم من حد معين، من ادموند. واحد تاني اسمه دانجلرز. دانجلرز ده ايه يابا؟ هي ورك شغال ات ذا سيم شيب، في نفس السفينه اللي شغال عليها الواد الصغير، بس ده مرتبته على السفينه عاليه، شغال ذا شيبس بيرسر. بيرسر يعني قائد، قائد على السفينه. تعالى كده نشوف ترتيبه القياده على السفينه. اعلى واحد ذا كابتن، القبطان، ده المعلم بتاع السفينه. بعديه ذا بيرسر. يعني معنى كده ان الافرض ان الكابتن حصل له اي ظرف، تعب، اي نيله، مين اللي يبدا يدي الكوماندز، الاوامر؟ البيرسر. بس مش هيحصل كده. مين اللي هيبدا يدي الاوامر على الرغم من المفروض الراجل ده اللي يدي الاوامر؟ ادموند، عيل صغير، هو اللي هيدي الاوامر. فدانجلرز بيكيم اصبح فيري جيليوس فروم هيم، غيران منه جدا، ودايما هيبقى قرفان منه. فالاثنين دول بيكرهوا ادموند، فيجتمعوا في نهايه الشابتر، كل واحد بيكرهه لسبب. فرناند ليه؟ عشان بيحب مرسيدس. ميرسيدي اسمها يابا. والمعلم دانجلرز ليه هيكره الواد ادموند؟ لان ادموند هو اللي هيبقى الكابتن في الشابتر ده، على الرغم من المفروض اللي يبقى الكابتن مين؟ دانجلرز. صاحب الليله دي كلها، صاحب الشركه وصاحب افضل سفينه، واحد اسمه مسيو موريل. موريل ده كان ويلثي ثري. الكلمه دي مهمه قوي بالنسبه لي في الشابتر، هقولها كتير. ميرشنت، كان راجل تاجر غني. الراجل ده هو بقى ذا اونر. يعني ايه اونر؟ المالك اوف ذا شيب، مالك السفينه. هنعرف بعد كده بقى هيحب الواد ادموند ولا يكرهه. هيظهر لي شخصيه كمان في الشابتر، ادموندز فاذر، ابو ادموند. طول الشابتر ما بيعملش حاجه غير انه ترمبل، بيرتعش، عمال طول الشابتر عمال بيرتعش. امسك يا سيسي. بص بقى يا سيدي، نسمي باسم الرحمن الاول. بس قبل ما اخش في الشابتر، دي سفينه تجاريه، تمام؟ هو الراجل جايب لي المسار بتاعها في الرجوع. جايه منين؟ جايه من منطقه اسمها سميرنا. سميرنا دي موجوده ان جريس في اليونان. والسفينه راجعه ستوبد، وقفت كده شويه زي ترانزيت، بيغيروا بقى الجاز ويحطوا اكل ومون والكلام ده. ات نابولي، في مدينه نابولي. فين؟ في ايطاليا. بيفور، قبل ما اتريتيرنت باك، قبل ما ترجع تاني تو اتس هوم، الى الوطن مارسيليا. مارسيليا في فرنسا، ده طريق العودة. يبقى معنى كده نمسك بقى طريق الذهاب الأول. يبقى السفينة في البداية خالص طلعت من مارسيليا إلى نابولي، وبعد كده راحت سميرنا. كانت شايلة برضو كارجو، شاحنة. يعني معنى كده إن لما يروحوا هناك اليونان رايحين عشان يقابلوا ميرشنتس، تجار، عشان يدوهم الشاحنة ويبدأوا يدوهم الأكل بتاعهم. وهم راجعين جايبين برضو كارجو، شاحنه الى مارسيليا. يعني برضو هيروحوا هناك يقابلوا ميرشنتس، تجار، لان هي اصلا سفينه تجاريه. نسمي بقى باسم الرحمن. القصه دايما بيبدا يديك المنظر عامل ازاي، الاجواء عامله ازاي. فبيقول لك ادموند دانتي ماله؟ ستوبد، كان واقف براودلي. انا عاوز منك شويه الفاظ في الكلمات. يعني ايه براودلي؟ واقف كده يلا، براودلي، بفخر. at the front of the ship، على مقدمه السفينه تايتانيك. واقف قدام خالص. السفينه اسمها فرعون، ده اسم السفينه. ادموند دانتي براودلي، واقف كده بفخر وكبرياء at the front of the pharaoh، على مقدمة السفينة. بيقول لك عاوز، هو بيديك بقى الأجواء. السفينة بقى والأجواء حواليها إيه؟ قال لك ذا ويند، الرياح، بوجد ذا سيلز، كانت عمالة بتدفع في ذا سيلز، الأشرعة. عارفين الشراع؟ في بقى كده ويند، رياح، هي اللي عماله بتحرك في الاشرعه.
ايه تاني؟ جايب لي منظر ذا سي، البحر سباركلد، عمال بيلمع ويتلألأ in the sunlight، الميه عماله كده بتتلألأ في ضوء الشمس. and sailors، والبحاره حرد مسرعين across the deck of the ship، على متن السفينه. ده المنظر يا دكتور. المعلم واقف كده بفخر وكبرياء at the front of the ship، على مقدمه السفينه وهي راجعه الى مارسيليا. واقف ايه الاجواء اللي قدامه؟ ذا ويند بوشت ذا سيلز، الرياح عماله بتدفع في الاشرعه. ذا سي سباركل، البحر عمال سباركل بيقلق ويتلمع in the sunlight، في ضوء الشمس. and the sailors، والبحاره حرد مسرعين across the deck of the ship، على متن السفينه كله بيتحرك بنشاط. بيقول لك بالنسبه بقى لإدموند it isn't just a journey for him، ليست مجرد رحله بالنسبه له، امال ايه؟ it was the beginning of a new life. دي بالنسبه له a beginning of a new life، بدايه حياه جديده. يعني هو مش راح يهزر، دي بالنسبه له بدايه حياه جديده. بيقول لك while the ship، لما السفينه return back كانت راجعه from سميرنا، stopped، وقفت at نابولي before it return back، قبل ما ترجع to مارسيل. during the voyage، اثناء الرحله البحريه ذا شيبس كابتن، القبطان الكابتن بتاع السفينه ماله؟ بيكيم، اصبح جريفلي ال. انا عاوز اللفظ ده بقى كده بالراحه. هو الراجل مترجمها يعني ايه جريفلي ال؟ يعني تعبان تماما. تعالى نمسك بقى كلمه جريف لوحدها. ويعني ايه جريف اصلا؟ ابر جدع. يعني معنى كده ان الراجل ده مرض يؤدي لحاجه، للموت. فالراجل ده الكابتن المعلم. طب لو مات المفروض مين اللي ياخد الكابتنه؟ دانجلرز. ده الطبيعي لان هو البيرسر، هو قائد. فبيقول لك during the voyage، اثناء الرحله البحريه ذا كابتن اوف ذا شيب، الكابتن بتاع السفينه بيكيم جريفلي ال، بقى عيان جدا. بس ادموند ذا 19 year old boy، الواد اللي عنده 19 سنه was full of، كان مليان بالامبيشن، الطموح، and bravery، وكان شجاع جدا، عنده شجاعه. he began to take the commands، هو اللي بدا ياخد الاوامر مكان دانجلرز. بص بقى المعلم في سنه الصغير عمل 3 حاجات مهمين. عمل ايه؟ قال لك he began، هو بدا to navigate the storms، بدأ يبحر في الستورمز، في العواصف. انت عارف بحر هيجان ومش عارف ايه وبتاع، بدأ هو يبحر في العواصف دي. وعمل ايه تاني؟ نيجوشيت، بدأ يتفاوض with merchants، بيتفاوض مع التجار. يعني معنى كده ان التجار لما هم راحوا لقوا عيل صغير، السلعه دي بكام يا ابني؟ ب 100 جنيه، يقولوا له 50 جنيه. بداوا بقى ايه؟ يفاصلوا. هو بدا نيجوشيت with merchants، بيتفاوض مع التجار. 3 حاجه and could، وقدر return back، انه يرجع with the ship، بالسفينه سيفلي، بامان with its cargo untouched، والشاحنه اللي فيها محدش قدر يلمسها. كل دي فايده لمين؟ لصاحب السفينه. عمل 3 حاجات تاني بسرعه. يبقى اول حاجه نافيجيت ذا ستورمز، بدا يبحر في وسط العواصف. نيجوشيت ويز ميرشنتس، بدا يتفاوض مع التجار. اند ريتيرن باك، وبدا يرجع ذا سيف ذا شيب، بالسفينه سيفلي، بامان، ويز اتس كارجو انتاتشد، والشاحنه اللي عليها محدش لمسها. اول ما قربوا فروم ذا دوك، اول ما قربوا بقى من المينا او من المرسى، المنظر اللي قدامهم الناس اللي واقفين على المينا. مين واقف؟ قال لك ميرشنتس، تجار. كان في سمول كراود. سمول كراود يعني كراود يعني زحمه، بس سمول، ناس كده واقفه، حشد عددهم صغير. مين هم؟ 3 فئات: ميرشنتس، تجار، واقفين مستنيين دول الكارجو، الشاحنه. ميرشنتس، تجار. ايه تاني؟ ذا بورت وركرز، العمال بتوع البورت، بتوع المينا، بحيث اول ما السفينه تيجي يبداوا بقى يربطوا السفينه ومش عارف ايه وبتاع. and some families، وبعض العائلات. عائلات مين؟ الناس اللي شغالين على السفينه، البحاره. وخلي بالك ان السفن رحلتها ممكن تبقى بالشهور وبالسنين، فعشان كده الفاميليز اللي واقفين دول وير ويتنج، واقفين منتظرين impatiently. نمسكها واحده واحده. patient يعني
صبور impatiently مش قادرين يصبروا نفسهم يشوفوا مين؟ عيالهم among them ما بين الناس اللي واقفه دي two of the people اتنين من الناس who Edmund loved the most اللي إدموند بيعشقهم مين؟ his father أبوه an old man راجل كبير في السن who gave everything to his son. بص مشكله الانجليزي الاحساس الاجمل لما بتسمعه انجليزي وبترجمه انجليزي جوه دماغك. اول ما بقول ترجمات عربي تحس ان بتبيه كده، فحس كده الكلام بالانجليزي. ابوه an old man راجل كبير في السن who gave everything for his son ادى كل حاجه لابنه، يعني ما بخلش على ابنه بحاجه. and Mercedes وبرضه Mercedes a beautiful young woman امرأة شابة جميلة. بص اللفظ اللي جاي who was promised to him دي مبني المجهول. يعني ايه promise؟ يوعد. طب هي was promised to him وعدت إليه يعني إيه؟ يعني واخد كلمة من أبوها إن البت دي إيه؟ بتاعتك يا معلم. يبقى واقف اتنين بيعشقهم his father أبوه an old man راجل كبير في السن who gave everything to his son ادى كل حاجة لابنه. and Mercedes a beautiful young woman امرأة جميلة رحمكم الله. a beautiful young woman امرأة جميلة كده صغنونة who was promised to him وعدت إليه. أول ما قربوا يا معلم من الدوك المرسى إدموند began to give orders بدأ يدي orders بس قال commands بدأ يدي بقى أوامر للسيلورز. قال إيه؟ خلاص قربوا فبدأ يقول لهم lower the sails نزلوا الأشرعة prepare the ropes جهزوا الحبال and secure the cargo وأمنوا لي الكارجو. أمنوا الشاحنة. 3 أوامر. أول حاجة lower the sails نزلوا الأشرعة prepare the ropes جهزوا الحبال and secure the cargo أمنوا لي الشاحنة the sailors البحارة quickly بسرعة began to obey him بدأوا يطيعوه. اسمع الكلمة اللي هقولها بيقول لك the sailors البحارة اللي كانوا موجودين at first في الأول في البداية خالص doubted him كانوا شاكين فيه لأن عيل إيه؟ صغير. فبعد اللي هو عمله ده زي بيجان هم بدأوا to speak about him يتكلموا عنه with respect باحترام على الرغم انه عيل صغير بس احترموه بعد اللي هو عمله كله بدأ يطيعوا يسلوا الحبال ومش عارف ايه. خلاص دخلنا على المينا. احنا لما بنيجي نعدي من السفينه للمينا هل بناخدها عوم ولا بينزلوا حاجه كده؟ ايه؟ خطاف. احنا هيخطط كده بينزلوا خشبه كده. فبيقول لك when the gang بلانك اللي هي الخشبه دي when the gang بلانك لما الخشبه دي بيجاتوا lower بداوا ينزلوها ساعتها إدموند his heart قلبه full of joy مليء بالمتعه because لان he was eager كان شغوف جدا نفسه قوي to embrace انه يحضن مين؟ ابوه. انتوا ناس متربيه صح؟ كان اول ما نزلت دي الواد ايه؟ قلبه بدا يرفرف. he was eager كان شغوف جدا to embrace انه يحضن his father ابوه and Mercedes والبت هو سافر بقى عامل له ايه كمان and Mercedes وهيحضن البت Mercedes. اول ما راح ابوه راح متعبد فيه كده he began هو بدا to hold him tightly ابوه مسكه كده جامد and his eyes وعينيه were full of tears وعينيه كانت مليانه بالدموع وراح حاضن ابنه كده جامد. and Mercedes والبت Mercedes her eyes عينيها were full of love مليانه بالحب وبدات تقول له إدموند وحشيني يا سفله إدموند. اسمع بقى البت تقول له ايه؟ you are safe انت في امان اقسم لك بالله I pray every day for you. pray هنا مش معنى يصلي بمعنى يدعي يعني I pray every day for you ده انا كنت كل يوم بدعي لك انت في امان. فقال لها كده بعنتريه I am safe. ايوه يا وز انا safe and more than this. يعني ايه more than this؟ ده انا اكتر من كده كمان. I have good news انا عندي يا بنت اخبار جميله. the captain had died كابتن مات and Monsieur Morel
اللي هو صاحب السفينه promised me وعدني to be the captain. ومسيو موريل وعدني ان انا ابقى الكابتن ناو دلوقتي 19-year-old boy وانا عيل عندي 19 سنه shall have my command. هبدا ادي command اوامر، يعني هو اللي هيبقى الكابتن. فابوه في اللحظه دي اول ما سيبها كده he began to tremble، بدا يرتجف كده وبدا يقول له son ابني ذا كابتن هتبقى الكابتن. اقسم لك بالله you make me so proud of you you make me so proud of you. انت خلتني فخور بيك قوي. and your mother وامك الله يرحمها would have been proud too. كان زمانها دلوقتي فخوره بيك. في مشكله؟ ساعتها ميرسيدي راح تحط عينيها في الارض كده with modesty بتواضع كده ولكن her heart قلبها was full of joy مليان طاير من الفرحه. ليه؟ قال لك اصل if she got married لو هي اتجوزت ذا كابتن، اصل لو هي اتجوزت للكابتن this is a security for her. ده بالنسبه لها امان and honor وشرف انها تتجوز الكابتن. اصل she always dream طول عمرها بتحلم to have a small home يبقى عندها بيت صغنن كده near the sea نفسها بيت صغير جنب البحر and children وعيالها بلاي يلعبوا كده باي ذا شور وعيالها يلعبوا على الشاطئ. في مشكله بالنسبه لكم؟ في اللحظه دي بدا يظهر مسيو موريل اللي هو مين؟ صاحب السفينه. اول ما جه قبل ما اقول لك بس شعوره، هل الواد ادموند عمل اي واجب مع صاحب السفينه؟ اكيد. ايه هو؟ حمى الشاحنه، رجع السفينه بالصلاه على النبي بامان على الرغم ان كان في عواصف والدنيا خربانه. فاول ما الراجل ده جه هي جريتد بدا يحيي ادموند حياه وورملي بحراره كده، وبدا حياه بحراره and confirmed وبدا ياكد his promise. بدا ياكد ايه تاكيد الوعد اللي هو ايه يعني؟ ان هو هيبقى الكابتن. وبدا يقول له ايه؟ ادموند ولا ادموند you have shown انت بينت bravery شجاعه and wisdom حكمه. اشكرك انت بينت يالا شجاعه كبيره and wisdom وحكمه beyond your age بالرغم من سنك الصغير ده انت بينت شجاعه وحكمه. بص يا serve me اخدم serve me faithfully اخدمني كده باخلاص وامان and you shall rise even higher هتعلى في منصبك اكتر من كده بكتير بس اخدمني بامان. فاهمين يا شباب؟ يعني هيبقى اكتر من ايه؟ من كابتن. ففي اللحظه دي ذا كراود الناس اللي واقفه بقى والسيلرز والبحاره began to cheer بداوا يهتفوا اللهم صل على النبي يا ادموندو. كله بدا يهيص. وساعتها ادموند فيلت حس، انا عاوزك تحس الكلام انجليزي. he felt حس as if أكن the whole world was celebrating with him. the whole world أكن العالم كله was celebrating with him بيحتفل معاه فهو فرحان قوي. ولكن not all the people were laughing مش كل الناس واقفه مبتسمه وبتضحك because لأن among them ما بين الناس كان في 2 كلاب. بدأ يعرفني بقى فرناند مونتيجو a fisherman from Catalonia راجل صياد من كاتالونيا واقف عامل ازاي منظره looked at حاضر متضايق looked at ادموند باصص لادموند with anger بغضب clenched his fist قابض كده على فيست اللي هي قبضة يده كده وباصص له بقرف. ليه؟ because لأن فرناند loved Mercedes very much بيحب ميرسيدي جدا but Mercedes had chosen ادموند بس ميرسيدي اختارت ادموند فهو بيبص له بالجيلسي عنده كده غيرة وغيران منه فقرفان. and Danglers والمعلم دانجلرز the ship's purser القائد بتاع السفينة ماله؟ قال لك he can't forgive يعني يسامح او ينسى مش قادر ينسى this كلمه حلوه قوي humiliation يعني اذلال مش قادر ينسى الاذلال اللي حصل له. ايه الاذلال يا عم؟ قال لك to take command انه ياخد اوامر from a 19-year-old انه ياخد اوامر من عيل عنده 19 سنه is for him بالنسبه له an insult اهانه ودي اهانه هو مش قادر ينساها. فبص لادموند كده جامد قوي وبدا متر يعني يتمتم جواه. حس الجمله اللي هقولها واقف كده بيبص لادموند كيرلي. عارفين كيرلي؟ كيرلي بدا يرسم اكولد سمايل راح ابتسامه كده بارده كده وباصص له كده وبدا متر جواه بيقول ايه؟
Dante is a captain. Dante captain. We shall see how long that lasts. هنشوف الكلام ده هيدوم الى قد ايه، يعني هنشوف بقى هيقعد كابتن قد ايه حسها انجليزي. Dante is a captain. We shall see how long that lasts. هنشوف بقى هيقعد كابتن قد ايه. انتوا معايا يا اولاد ولا بالصلاه على النبي دي حدوته قبل النوم؟ لا تمام. بدأ بقى بعد اللقطه المعفنه دي Edmond, his father and Mercedes الثلاثة began to walk، بدأوا يمشوا in the streets في الشوارع proudly بفخر كده وكبرياء until لحد ما they reached وصلوا to Edmond the father's home أو small home. راحوا بقى بيت إدموند، أبو إدموند دول إيه؟ الصغنن. إدموند ده أول ما راح يلا he found out اكتشف something شيء ما painful. جاي من بين، يعني بين ألم، يبقى اكتشف حاجة painful مؤلمة بالنسبة له. إيه يابا؟ his father أبوه during the voyage أثناء الرحلة اللي الواد إدموند كان فيها his father أبوه live in poverty عاش في فقر. ليه يا مستر؟ إدموند before he travel إدموند قبل ما يسافر had taken كان خد أداة دين اتدين from one of his neighbors. قبل ما يسافر ادموند راح واخد من واحد من جيرانه دين وسافر. فهيز فاذر ابوه had to اضطر انه return the debt back، اضطر انه يسد الدين. بصوا الاب بقى and left nothing for him to eat. left nothing for him to eat. ما سابش حاجه لنفسه حتى ياكل بيها عشان خاطر يسد دين ابنه. فالواد اول ما لقى كده he quickly بسرعه ادموند بروت راح جايب ذا ويجز الاجره الفلوس اللي هي had taken from the voyage، راح جايب الفلوس اللي هو خدها من الرحله and gave it to his father، وراح مديها لابوه قال له بابا اقسم لك بالله from now on من الان فصاعدا you will need for nothing. ورب الكعبه ما هتحتاج حاجه طالما ابنك ايه؟ موجود يابا. راح مديله البوسه. جاب لي بقى اللقطه ثانيه ادموند اند ميرسيدي، لقطه رومانسيه جميل. began to walk بدأوا يتمشوا كده in the evening في وقت المساء along the shore على طول الشاطئ كده. بيديك الجو، بيقول لك the sea breeze، breeze اللي هو النسيم الهواء الجميل، المنعش الله اكبر. the sea breeze النسيم بتاع البحر كده on their faces، ماشيين بقى شعرهم بيهفهف كده من ايه؟ من الهواء. بص الجمله الجامده they felt حاسين ايه يا معلم؟ that the horizon، horizon اللي هو الافق العالم يعني. they felt حاسين that the horizon ان العالم promise بيوعدهم endless possibilities، بآمال وتوقعات endless لا نهاية لها. يعني حاسين ان العالم كله ايه؟ فتح لهم دراعهم. فهي بقى هتبص له كده قالت له ادموند ماي لاف حبي we will be together forever، هنبقى مع بعضينا للأبد. and leaned وراحت مايلة on his arm، راحت نايمة كده على كتفه وقالت له I with this happiness، حس الكلام يا واطي. ده هيسبله I wish this happiness could last forever. I wish this happiness could last forever. ياه لو السعادة دي تدوم إلى الأبد. فالمعلم بعنترية كده لا it will، أيوه هتدوم. and nothing can take it from us، مفيش حاجة تقدر تاخدها مننا. بس ما قالش إن شاء الله. دي كارثة. يبقى معلش يعني بتقول له إيه؟ ياه لو السعادة تدوم إلى الأبد، قال لا it will، أيوه هتدوم. nothing can take it from us، مفيش حاجة تقدر تاخدها مننا. بس ما قالش إيه؟ إن شاء الله. فعشان كده هيتنفخ. فيت القدر has other plans. القدر كان عنده other plans، خطط تانية بقى كتير. ايه الخطط يا معلم؟ نشوف. جامدة والله العظيم ان انتوا عشان فلاحين مش حاسين الكلام. ام هند بيقول لك بط ولكن الفرحة ما كملتش يا اختي. يا فرحة ما ماشي. حد عنده أي تعليق أنثوي فظيع؟ بيقول لك ولكن سفيت القدر has other plans، كان ليه خطط تانية خالص. وهم قاعدين بيسبلوا كده على البحر فرناند اند دانجلرز الاثنين دول were sitting كانوا قاعدين at an inn حانه. عارفين الخماره الصغننه؟ بس عشان خاطر دي مصروها فهي زي كافيه مثلا. قاعدين بيشربوا قهوه.
الاثنين بيتكلموا with malice، بخسة وخيانة، عمالين بيتكلموا with malice. فرناند began to hesitate، لسه قايلها لك في الواجب دلوقتي. يا بدأ يهمس، بيهمس كده بيقول ايه؟ إدموند had taken everything. إدموند خد كل حاجة. Mercedes success and captaincy. خد Mercedes وخد success النجاح and captaincy والكابتنة أو القيادة. And I وأنا who has lived here اللي أنا بحبها since my childhood، وأنا اللي بحبها من الطفولة had taken nothing. خدت الصوت. ده المعلم ايه؟ الفرناند. فدانجلرز قال له اند اي وانا كمان should be، يجب ان انا ابقى ذا شيبس بيرسر، يجب ان انا ابقى قائد اند سكند، وبعد كده should be ذا كابتن، والخطوه اللي وراها لازم ابقى الكابتن. but now بس دلوقتي I have to، انا مضطر ان انا follow the commands، ان انا اتبع الاوامر from a 19-year-old boy. مضطر ان انا اتبع الاوامر من عيل عنده 19 سنه. his fortune، حظه ابن الجزمه is insufferable، لا يطاق، حظه فظيع ابن لذينه. قعدوا يشربوا شويه قهوه، فبدا بقى العقل المدبر للشر دانجلرز بدا ان هو يخطط خطه. اقولها لك عربي الاول عشان تفهم قصدي ايه. احنا في فرنسا، كان الحاكم بتاع فرنسا نابليون بونابرت، تمام؟ فنابليون بونابرت ده طلع عليه الناس بثوره ريفولوشن، فبداوا جت ا نيو اوثوريتي، سلطه جديده. فالسلطه دي عملت ايه في نابليون؟ اكسايل هيم، عزلوه، عملوه في منفى، بعدوه بره البلد. يعني معنى كده مفيش خطوره؟ قال لك لا، ولكن نابليون بونابرت ستيل هاف، لسه عنده فولورز، سبورترز داعمين ليه. فهم يعملوا خطه اللي هي ايه؟ ايه رايك ان الواد ادموند يتهم ان هو جايب جواب من، هو جاي من السفر، جايب جواب من نابليون بونابرت لمين؟ لهيز سبورترز، لاتباعه. فتبدا السلطه تتهمه ان هو تريتر، خاين الوطن، وحكم خيانه الوطن لا مش اعدام، ده سجن مدى الحياه. فهم هيبداوا فعلا يعملوا الخطه دي. بس هل الكلام ده حصل؟ فبيقول لك بسم الله. بدا دانجلرز بيقول لفرناند، بيقول له ايه؟ ولا فرناند ستيوبيد بوي، وات اف، ايه اللي هيحصل لو ادموند واز اكيوزد؟ ايه اللي هيحصل لو الواد ادموند اتهم ذات هي هاد بروت، الاول اتهم تو بي ا تريتور. ايه رايك لو الواد ادموند اتهم ان هو خاين؟ وات اف، ايه اللي هيحصل لو ادموند واز اكيوزد اتهم ان هي هاد بروت، ان هو جايب ا ليتر، جواب فروم نابليون بونابرت تو هيز سبورترز. ايه رايك لو اتهم ان هو جايب جواب من نابليون بونابرت لمين؟ للداعمين بتوعه، ذا اوثوريتي، السلطه. تيريفايد، بيترعبوا من مين؟ من نابليون بونابرت. فعشان كده هيز فيوتشر، مستقبله ويل بي بويزوند، مستقبله هيتسمم، مستقبله هيبوظ. بيقول لك the accusation، الاتهام ده was false، اتهام خاطئ، but it was dangerous for Edmond، بس خطير جدا على مستقبل ادموند. فقعد المعلم دانجلرز بدأ to compose a letter، بدأ يكتب جواب with a careful handwriting، بخط كده فيه عناية. بدأ يكتب جواب. الجواب accused، بيتهم ادموند ان he had brought a letter، انه جاب جواب من مين؟ من نابليون بونابرت to his supporters، للداعمين بتوعه، تمام؟ وراح واخد الجواب ده and sent it، وبعته to the king's prosecutor. انا ممكن اتهمك، عاوز مثلا اعمل فيك بلاغ، انا رايح على الاسم اعمل فيك بلاغ، بس موت يا حمار بقى عقبال ما حد يحقق. انما انا عاوز القضيه تمشي بسرعه، بنبعتها للبروسيكيوتور، صح؟ بروسيكيوتور اللي هو بيسموه المدعي العام او النائب العام. راح كاتب الجواب، وبدا دانجلرز تيك ات، راح واخده تو ذا كينجز بروسيكيوتور، للنائب العام او المدعي العام. هل الكلام ده صحيح؟ بس مستقبله ويل بي بويزوند، اتسمم خلاص، هيضيع. بص بقى، فاحلى يوم منتظرينه ميرسيدي وادموند. ايه افضل يوم ليهم؟ في الفرح، as a betrothal feast، يوم الخطوبه. a lot of friends، اصدقاء كتيره كانوا موجودين في البيت. بص الاجواء
laughter ضحك filled the air الضحك مال الجو music played والموسيقى شغالة and tables والترابيزات were full of food and drink والترابيزات مليانة أكل وشرب والدنيا زيطة at the height of the festival في قبل الهايت بدأت تظهر ميرسيدي والناس بقى زيطة لابسة إيه بص الشياكة والأناقة a simple white dress فستان أبيض سيمبل بسيط رقيق الله عليكي and her face ووشها glowing with happiness وشها بيتلألأ كده من الايه؟ من السعادة at the height of the festival في أعلى وقت في الاحتفال outside في الخارج in the shadow في الظل في الضلمة some officers بعض الضباط approach the house عمالين بيقتربوا من المنزل دخل an officer ضابط with a cold authority بسلطة باردة بصوت بارد إدموند دانتي قال له يس you are under arrest مقبوض عليك by the order of the king's prosecutor تحت أوامر المدعي العام بتاع الملك مقبوض عليك silence الصمت fills the air الصمت ملأ الجو كله سكت ميرسيدي جاسبت يا لهوي دي معنى جاسبت هو كاتبها يلهث يعني بدأ دي صدمة his father أبوه تريمبل بيرتعش and even وحتى إدموند حتى الواد إدموند stood frozen وقف كده متجمد from shock من الصدمة واقف متجمد كده بدأ الضباط بدأوا seize him يسحبوه يجروه and ميرسيدي والبنت ميرسيدي بقى تقول there is a mistake اقسم بالله في غلط إدموند is innocent إدموند بريء ولكن her words كلامها were useless كلامها ملوش أي فايدة because لأن the trap المكيدة أو الخدعة was closed مكيدة محكمة فبدأوا يشدوه وفي اللحظة دي his future مستقبل إدموند began to slip بدأ إنه ينزلق into the darkness بدأ مستقبله يخش في الإيه؟ في الظلام وهنعرف بعد كده إيه اللي هيحصل له إن شاء الله. ده الشابتر. طريقة مذاكرتي ناظر طريقة مذاكرتي للشابتر هو طريق من اتنين. أنا هتكلم على نفسي وأنا في سنك كده. طريقتي كانت كالتالي وكل واحد عارف جواه إيه بالنسبة للإنجليزي. أنا هعمل كالتالي، الأول بحفظ الفوكاب، بحفظ الكلمات بما يرضي الله، وأنت شفت الكلمات عاملة إزاي. ثانياً بقرا التكست، النص اللي أنا لسه قايله لك إن شاء الله بالتفصيل. ثالث خطوة، الأسئلة يا دكتورة أنا بتكلم عن نفسي وكل واحد في حاله. بمسك السؤال اقراه واقرا الاجابه اقرا الاجابه انا عمال اجمع معلومات. طب جالي اي سؤال ببدا اعمل ايه؟ انا عارف الاحداث، عندي المقدره، كل واحد حسب امكانياته. عندك المقدره ان انت السؤال انت عارف الاحداث بالعربي، عندك المقدره انك تحولها انجليزي مش موزمبيقي، انجليزي صحيح، يبقى انت مش هتحفظ اي سؤال والقصه هتبقى بالنسبه لك بصباع رجلك. بس امتى؟ لو اقدر ان انا اعمل جمله انجليزي صحيحه. طب انا ما عنديش المقدره، كل واحد عارف نفسه، ما عنديش المقدره، ما عندكش غير طريقه واحده. ايه هي؟ احفظ سؤال باجابه، ودي طريقه شق بس كل واحد حسب امكانياته. اهم حاجه تكتب انجليزي صح. تسميعك، انا بسمع اليونتس زي يونت 1 كنت بجيب لك التسميع من انجليزي وانت بتسمع عربي. ليه؟ لان انت كده كده السؤال كان قدامك بالانجليزي، انما دلوقتي القصه مقالي، يعني انت هتعمل ايه؟ يعني هتكتب، يعني معنى كان ان السبيلنج بالنسبه لك مهم، فانا في القصه بعكس التسميع، يعني هجيب لك الكلمات بالعربي وجنبك هتكتبها بالانجليزي، ده التسميع، واروح جايب لك اسئله اتليست على الاقل 10 اسئله الامتحان. سؤال وتحتيه بقى انت بقى توريني ابداعاتك اللغويه، بس مش عاوزين ان احنا يجي لنا شلل نصفي واحنا بنصحح الامتحان المره الجايه. مفيش اختياري، كلها مقال.